التاريخ صفحات مملوءة بالإنجازات، مملوءة بسطور لاعبين بجهودهم وعرقهم. لا ننسى ابن الإسماعيلية المخلص كابتن أنوس، ويشرفنا أيضا نجم الزمالك السابق كابتن حمامة، وابن الإسكندرية وثعلبها وجناحها الأيمن محمد الجارم، قاهر أندية كبيرة وعريقة بحصوله على كأس مصر عام 73 وعام 76، وكان أحد نجوم الكرة الاسكندرية. أيضا لا ننسى الكابتن يسري أحمد لاعب اتحاد اسكندري ووالد لاعب النادي المصري السابق إكرام يسري. وكل الحب والتقدير إلى الذي عشقته جماهير بورسعيد، تلاعبت به وتلاعب بها في المدرجات، أحبته الجماهير من كل قلوبها، فأبدع وكان نجما فوق العادة الكابتن محمد سلامة الشهير بإينو. وإذا كان النادي المصري قد أنجب ظهيرا أيمن، فلم أرى على مر تاريخه الطويل لاعبا وظهيرا مثل الكابتن مصطفى أبو الدهب. وحينما لعب لمنتخب مصر كان أحد نجوم مصر الذي مثل مصر في كأس أفريقيا بأثيوبيا عام 1976، وكان لاعب خط الوسط ابن الفلاحين في ذلك الوقت الكابتن إبراهيم يوسف. هناك فقرات عديدة وكلمات أكثر حبا ودفئا بيننا جميعا تحت شعار أهلا ومرحبا بنجوم مصر الكبار في يوم الوفاء والانتماء. والآن مع تكريم فريق الدراجات ويقدمه الزميل محمد صديق. دكتور راجي بعد إذن حضرتك أنت والفرقة. أعضاء الفرقة ودكتور راجي لو سمحتوا يتفضلوا عندي هنا. نقف صف كده يا شباب. ايوه كابتن مدحت فقوسة يتفضل معايا هنا بعد اذن حضرتك. كابتن مدحت فقوسة علم طبعا من اعلام الرياضه في مصر وعلم من اعلام الرياضه في بورسعيد. زي ما متعنا بفنه بالكوره هيمتعنا دلوقتي بفنه في المواهب الصغيره البورسعيديه. طبعا اول برحب بضيوفنا العظام اللي جم النهارده ومتعونا برؤياهم الغاليه. السنه الجايه ان شاء الله تكون ان شاء الله السنه الجايه نلاقي نصكم طبعا مش موجودين، كله هيودع. فكويس ان احنا هنشوفكم النهارده. طبعا هقول كلمتين للمواهب العظيمه دي وبعدين هقول لكم حاجه. طبعا المواهب دي حاجه شيك جدا، وان بورسعيد بتطلع نوابغ كده في الفن، دي حاجه اسعدت قلبي جدا، وفخور ان المايسترو بتاعهم عمل المجموعه العظيمه دي من الشباب الجميل. وان شاء الله السنه الجايه يبقوا في التلفزيون ويبقوا في الاوبرا ان شاء الله على ايديك ان شاء الله. ايه في ايه؟ مدحت استاذنك هنقدم شهاده تقدير لدكتور راجي المقدم على المجهود اللي عمله مع الفرقه. غاليه قوي، خلي بالك هتبيعها وانت نازل. طبعا في حاجه تاني الفرقه ده انا هتهد حيلي. مين الكابتن هنا بتاع
كلهم ايه، الله 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 الله، دي مش تورته ها. كله هاجم عليه. تعال يا حبيبي. صورة جميلة طبعا جدا، ان شاء الله نشوفهم نجوم كبار قوي 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 قوي. طبعا متشكرين يا كباتن. يلا احنا عاوزين نحكي حاجة سريعة كده عشان نفتكر ميمة عبد الرازق اللي ما جاش النهارده، كان المفروض يجي. ميمة عبد الرازق بعت اخوه ممدوح. ميمة عبد الرازق كان بيشتغل معايا في فترة من الفترات، وكنا جايين نلعب نادي الترسانة في مصر، والحكم بهدلنا في الملعب، كل حاجة يصفر علينا، يصفر، فالجمهور بيهيص، رحت تاني شاتم الحكم، وانا بشتم الحكم الجمهور سكت. لقيت الحكم جاي بيطلع كارت احمر من جيبه يعني هيطردني، فجنبي مسعد نور قال لي بلاش انا افقس والنبي. رحت رايح لميمي بيزعق كتير، كان الراجل وصل، قلت له مش عيب عليك تشتم راجل عظيم زي ده يا ابني؟ راح واخد الكارت الاحمر وتوقف 3 شهور. هحكي بقى حاجه سريعه كده حصلت لي سنه 71. منتخب المعاهد راح يلعب في السعوديه، مجموعه كبيره من لاعيبه مصر يعني، هاني مصطفى وانور سلامه وابو العز وعز الدين يعقوب، ومجموعه جامده قوي يعني. فلما وصلنا هناك قالوا انتوا هتعملوا عمره النهارده. انا لا اعرف عمره يعني ايه، ولا بصلي ولا عارف حاجه خالص. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ قالوا هتلبسوا لبس الاحرام وتلفوا 7 لفات حوالين الكعبه وتبوسوا الحجر الاسود والصفا والمروه 7 مرات. قلت تمام. المهم لفيت ال7 لفات وجيت ابوس الحجر، بقى زحمه موت، كل ما اقرب يزقوني ورا، كل ما اقرب يزقوني. رحت راجع 20 متر وفاتح سبرنت موقع الناس اللي واقفه قدام الحجر كلها، ودخلت ابوس انا بقى الحجر، راحت الناس هاجمه عليا لزقوني في الكعبه. ان اطلع مش عارف، قعدت عافر لغايه ما طلعت بره، لقيت واحده ست واقفه، استر عورتك. قلت لها مالك يا ست؟ استر عورتك. حسيت بهوا، ببص ما لقيتش النص التحتاني، وقع جوه في الزحمه. المهم اتجننت انا بقى، ايه هعمل؟ رحت داخل جري اجيبه، لقيته مزنوق كده، رحت شده جامد، اتاريني بقلع واحد بتاعه، خدت بتاعه وجريت وهو ورايا. خدنا 3 لفات. اللعيبه بقى نايمه على الارض من الضحك بتوعنا. قلت لهم انتوا عاملين 7، انا عامل 10، يعني انا احسن منكم. وعدت طبعا في حكايات كتير. هحكي واحده كمان بس كده، واحده كمان. مش انتوا قاعدين معانا ولا ماشيين للصبح؟ لما رحت ادرب بقى في السعوديه بعدها ب10 سنين كده، انتوا عارفين انا احب ابقى انا الزعيم دايما يعني، مش كده يا جمال؟ في امام بيصلي بينا، فانا زعلان ان هو واقف قدام وانا وراه، انا ما اقفش ورا حد، انا لازم انا الاول. ففي يوم التدريب خلص، اول ما بيدن الاذان اللعيبه دي بتطير من الملعب عشان تلحق الصلاه. فانا فضلت انا و2 لعيبه في الملعب، قلت لهم نصلي المغرب هنا، قالوا يا ريت يا كابتن. قلت لهم انا الامام بقى، انا حافظ طبعا الفاتحه وقل هو الله احد وخلاص، مفيش غيرهم يعني. المهم قال يعني متحمس قوي، ها انا متحمس كابتن. رحت قايل الله اكبر بصوت عالي، ودخلت بقى في الصلاه. اتاري صدى الصوت ضرب في الاستاد، والناس جايه تجري من كل حته، بقى ورايا 100 واحد. انا قلبي ده بقى في رجليا، صف طويل جدا. طب اعمل معاهم ايه دول؟ المهم قريت الفاتحه وقل والله احد والله اكبر، رحت موطي كده، قلت سبحان ربي العظيم 3 مرات، ونسيت ايه اللي بيقيم. فضلت واقف 5 دقايق هموت، وظهري وجعني وعاوز اجري. والله فين وفين بقى افتكرت سمع الله لمن حمده. فجم بعد الصلاه بيشكروني يعني انك بتتقن الصلاه. قلت لهم لا يا كلاب، ما فيش واحد يمليني من ورا يقول لي في ايه.
طبعا الحكايات كتير والاحداث كتير. كنت بتكلم، انا الدفعه 20 طيران، كان سنه 64 دخلت كليه طيران وما كملتش، رحت بعدها تربيه رياضيه. فبجتمع مع الدفعه دي كل سنه مرتين، يوم الدخول ويوم الخروج. في كل 6 شهور 3 من الدفعه دي بيموتوا. طب انا ما اتخرجتش، انا مالي بيهم؟ قلت لهم ان شاء الله تموتوا كلكم، انا مالي، انا ما اتخرجتش. فبحكي للمشير هذا الكلام، ان 3 بيموتوا كل 6 شهور وكده. فابتدى يكشر، حسيت ان انا قلت حاجه غلط. قال لي طب وانت ما كملتش ليه؟ قلت له ما انا لو كملت الكليه مش هتلاقي انت طيارات تحارب بيها، كنت زماني وقعتها لك كلها. المهم قلت له هحكي لك حكايه لو ما ضحكتش انا ما عدتش جاي لك تاني. قال لي احكي. قلت له زمان كان سنتر هاف الزمالك كابتن حنفي بسطام، وسنتر فرود النادي الاهلي حسين الفار. طبعا حسين الفار ده كان بيجي بساعة لقلبك، الفار وسلطان بيقولوا نكت وناس ظراف قوي. بيلعبوا ده فرود وده مدافع وكرة مشتركه، راحوا شايطين رجلين بعض جامد قوي، وقعوا يصوتوا على الارض. نزل الراجل بتاع الاسعاف مسك رجل حسين الفار ويدعك فيها، وحسين يصوت اي اي اي. سابه وراح لحنفي يدعك في رجله، وحنفي يضحك يضحك. قال له انت بتضحك ليه؟ قال له اديته رجل السليمه، ما ادالوش اللي اتضرب. اولا انا بورسعيد النهارده بتفتخر بوجودكم، وبشكر طبعا القائمين على اللي جمعوا لنا الناس الجميله دي، خاصه محمد بيه جبر، انا بشكره طبعا على المنظر الحلو اللي عمله، عبده العالميه البطل اللي قام بمجهود كبير، واشرف وسمير وكل الناس الحلوه ومراد والمجموعه يعني اللي قامت باستضافه الناس، انا بشكرهم جدا. هو بيحكي لي هم في حكايتين، عندكم استعداد تسمعوهم ولا بلاش تسمعهم؟ واحدة مع الأهلي وواحدة مع الزمالك. بتاعت الأهلي إن إحنا كنا جايين نلعب الأهلي في دور ال16، طبعًا إنه فاكر الكلام ده، ومصطفى أبو الدهب جايين نلعبهم في الاستاد في مصر في دور ال16. فأنا فرقتنا ما كانتش كاملة يوميها، فقلت لهم يا جماعة أول ما ناكل جون هقول لكم يلا ناخد بعضنا ونمشي، وأدفع أنا 2000 جنيه غرامة وخلاص، بدل ما نتعبى 5 6 يعني. المهم اجى سيد متولي بالليل يوميها، يا كابتن مدحت الفرقه مين بكره؟ ومعاه ناس بقى. قلت له انت مالك بالفرقه؟ انت مش راجل اداري ولا فني؟ قال لي طب عشان خاطر اخوك سيد رحت اعطي له فرقه مش هتلعب. قلت له فلان وفلان وفلان. طلع المقصوره قال لهم النهارده بقى هيلعب فلان وفلان، يعني هو اللي حاطط الفرقه، لا ناس ثانيه اللي نازله. ابتدينا نلعب الماتش، رحنا واكلين جون بعد 5 دقائق، رحت قايم واقف اجمع الفرقه اتلمت، اجى الحكم الواد شاط الكرة من نص الملعب. قال لي في ايه؟ قلت له في ايه؟ اوف سايد في ايه؟ وهي متشاطه من نص الملعب يعني. المهم انا هلغي الماتش، قلت له الراجل الغي الماتش، ودخلنا قعدنا في الاوضه شويه، ونزل بقى متولي باعوانه خبط في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قلت له ما تعليش صوتك، اتكلم بشويش. قال لي طب ايه اللي حصل؟ قلت له جون اوف سايد، اعمل ايه يعني؟ قال لي ايه اوف سايد؟ قلت له ما انت في المقصوره هتشوفها ازاي؟ انزل تحت وانت تشوف الحاجات دي. المهم لازم نكمل ومبادئ النادي ومش عارف ايه وايه. شهدت اللعيبه عليه على اساس لو اتغلبنا اقول باع الماتش للاهلي واوديه في داهيه. اللي حصل بقى ان احنا ننزل، يوم طلعت منصور يجيب جون وطلعت منصور يجيب الثاني، بقينا احنا 2-1، اتعادلوا معانا، العب ضربات جزاء احنا اللي نكسب. شالوني البهوات وانا حي الجماهير، ونزلت الصحفيين اتلموا بقى ايه اللي حصل في الكابتن؟ قلت لهم والله انا خدت اللعيبه جوه، هديتهم وهديت اعصابهم وغيرت الخطه، انا ولا نطقت كلمه طبعا. ونزلنا كسبنا الماتش. لقيت واحد ورايا، نسيت بقى ان متولي معايا، قال لي مش انا اللي قلت لك العب؟ قلت له يا راجل يا ظالم، ده انت قلت لي ما تلعبش وانا صممت العب. قال لي اخر مره احضر معاك ماتشات. الثانيه بقى مسخره شويه، نادي المريخ رايح لاعب الزمالك في القاهره. طبعا المريخ دي يعني فرقه نص كم، يعني ما هياش وقتها جامده قوي. في حد من المريخ هنا ولا حاجه؟ في حد هنا؟ لا
لا ده رئيس بس اللي هنا، ما مش حد كتير يعني. المهم ايه، لما رحت دخلنا الملعب، طبعا المريخ هيلاعب الزمالك، يجي 3000 4000 واحد يتفرجوا يعني. دخلت لقيت 80,000 متفرج في الملعب. انا بصراحه اتشددت جامد قوي. معايا كان واحد الله يرحمه محمد عبد المنعم، كل طبعا الرياضيين عارفين، الملوح عارفينه هنا. قال انا معايا نص حبايه مهدئه تاخدها؟ قلت له اه والنبي محمد هاتها. خدتها وشربت شويه شاي. بعد 10 دقايق قلت لهم اجمع الفرقه، اجمع. قلت لهم الزمالك دي فرقه معفنه، ما عندهمش فكره عن الكوره، وانتوا لعيبه كبار قوي، وانتوا هتنزلوا هتكسروا الدنيا النهارده. المهم نزلنا، اول ما نزلت الملعب رحت عامل علامه النصر. اكلت شتيمه، نزل ايدك يا ابن كذا، كل الشتايم كلتها، ان ايدي دي تنزل ابدا. المهم اتعلقوا في ايدي نزلوها. ولما قعدت على الكرسي بقى على الدكه كده حسيت بالمشكله، لقيت 2 رجلين مفرودين و2 على الارض، قاعد ب4 رجلين بس نفس الجزمه ما غيرتهاش. كلنا 3 اجوان في 10 دقايق، كل جون يدخل اقوم اسقف مع الجمهور اللي بتاع الزمالك، واللاعيبه تقول لي يا كابتن، قلت لهم يعني هزعل 80,000 عشان شويه قذاره زيكم؟